المفروض يا صديقي لما يبقى جاي لنا ضيف نعمل الحاجة اللي هو بيحبها مش اللي احنا بنحبها، ونظهر قدامه بأحسن صورة. بس للأسف في ضيف بيجي لنا عزيز قوي على قلوبنا، بنعمل بقى فيه الحاجة اللي احنا عاوزينها مش الحاجة اللي هو عاوزها. عارف الضيف ده يا صديقي؟ أنا جاي أقول لك النهاردة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ ضيف يا صديقي عزيز على قلوبنا بيجي لنا واحنا بنضيعه ونخليه يمشي من غير ما نستقبله بأي حاجة. ضيف يا صديقي في كتير من العطايا والمنح من ربنا سبحانه وتعالى بيمشي كأننا ما دخلناش فيها أصلا. الناس بتتمنى تكون فيها صديقي، وإحنا للأسف بنسيبه يعدي مننا عادي. ايوه ده صديقي شهر رمضان. سألني ليه اشتركت معنا قناتنا على واتساب في وصف الفيديو تعليقات وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا بينا صديقي، يلا بينا نفهم الموضوع على الرايق. بص بقى صديقي، شهر رمضان ده هو اعظم شهور السنه، دي حاجه احنا عارفينها، وحاجه عظيمه جدا عند ربنا سبحانه وتعالى شهر رمضان. فاللي بيصوم رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني اللي بيصوم رمضان وهو مؤمن بربنا سبحانه وتعالى محتسب الاجر عند ربنا سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني هيتغفر له كل ذنوبه. ليه؟ عشان هو صام رمضان ايمانا واحتسابا. في بقى شويه عادات كده احنا عملناها في رمضان بتضيع رمضان مننا، لا تخليه ايمان ولا تخليه في احتساب حرفيا. اولا يا صديقي، اللي احنا بنستقبل رمضان بالحاجات اللي احنا بنحبها. تلاقي الناس دخلوا على رمضان المفروض عشان نحس بالناس الفقراء وكده ناكل اكل طبيعي. تلاقي الناس بقى ما شاء الله المغرب اذن من هنا كوبايتين عصير بقى والبلح ينزل والكنافه واللطايف ينزلوا، وبعدهم على طول بقى تلاقي الاكل قد كده محطوط سفره من هنا لحد كده بص. وبعد كده تلاقي بقى الجلاش نزل على وشك والليمون بعديه والدنيا خربانه معاك. ينزل بعد كده مسلسلات رمضان مش عارف يعني سبحان الله يسيبوا السنه كلها ويجوا في رمضان انا عامل مسلسلات رمضان، وتلاقي بقى اللي طالع سين وصاد وعين وبقى مش عايزين نذكر اسماء هنا كده مش حلوه. مش عارف ايه يعني شياطين الجن بيتسلسلوا ويطلع لك شياطين الانس. سبحان الله شياطين الجن خلاص بقى صفدت الشياطين، لا احنا بقى عندنا بقى شياطين الانس يطلقوا بقى، يعني هم ما شاء الله شياطين الجن بيبقوا متسلسلين وقاعدين يعملوا كده الله على ما احنا ده حاجه تصوريه بس. بعد كده يا صديقي الحاجه برضو اللي احنا بنعملها مش كويسه خالص، اللي احنا بندي رمضان الحاجه ايه اول ما يجي رمضان انا تعبان ما تسيبني بقى عشان انا صايم. المفروض يبقى شهر رمضان ده شهر جميل احنا نستقبله كده. فكك بقى عدي حياتك حياه طبيعيه، مش شرط بقى تغير حياتك كلها بقى عشان الصيام وتقول انا مش قادر مش عارف اعمل ايه. يعني احنا المفروض عندنا جلد والمفروض نستحمل وما ناخدش الليل من اول الليل كله صحيان وننام من بعد الفجر لحد المغرب. فين الصيام بقى؟ فين اللي انت حسيته؟ لا هننام من بعد الفجر خلاص بقى بعد الفجر صحيت ساعتين لحد الساعه 7 كده ونمت بقى لحد المغرب. ايوه فين الصيام؟ خلاص يا عم صايم يا عم، صايم طول الليل. انا صايم طول الليل عن مش عارف صايم عن ايه بس هو صايم طول الليل. المهم في حاجه برضو بنعملها وحشه جدا 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 جدا، وبص يعني تضيع الثواب كله بتاع رمضان كله، تضيع ثواب التراويح كلها. لا انا مثلا انام من بعد الفجر لحد المغرب وما اصليش العصر ولا الظهر يروح عليا. يعني صلاه العصر بتراويح رمضان كله، صلاة العصر عشان صلاة العصر دي فرض، فصلاة الفرض بالسنن كلها، فانت ما تضيعش فرض. فين المفروض فين عقل الناس اللي بيصلوا التراويح ويسيبوا الفرائض دول. يعني شالوا اللي هنا حطوا مكانه بذر ليمون، حطوا مكانه بطاطس، الله اعلم مين حاطينه مكانه ايه. فلازم نبعد الحاجات دي خطيره جدا. يبقى اول حاجه نستقبل رمضان باللي هو بيحبه، اللي بيحبه ننظف قلوبنا من كل حاجه وحشه، ننظف قلوبنا من الحسد والحقد والغل والكراهيه والبغضاء، نصفي اللي في قلوبنا مننا من ناحيتنا، ونخلي كده ما بيننا وبين بعض حاجات صافيه كده، نسامح ونعفو. فمن عفا واصلح فاجره على الله. نستقبله ونعمل خطه رمضان، لازم نعمل خطه رمضان. هنعمل فيه ايه؟ هنصلي كام ركعه؟ هنسبح كام تسبيحه؟ هنصلي فين؟ لازم كده نركز، ولازم يبقى عندنا كده خطه عشان المسلم من خطه هيعمل ايه. يعني هيمشي عشوائي، لازم نعرف احنا هنختم كام ختمه في رمضان، لازم نتدبر، يبقى عندنا وقت تدبر قرآن حتى لو صفحه كل يوم. كل الحاجات دي مهمه لازم نعملها عشان نطلع من رمضان
ونتغير حتى يرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى. وبس يا صديقي، إجابة السؤال اللي نزل امبارح هتنزلك بعد الفيديو ده على طول. وبس كده، صلى الله على نبيكم وشرحنا لكم صدور صدقاتنا وأوقاتكم فإنه هو الحي القيوم. الله سبحانه وتعالى من فيه يحبكم فإنه علام الغيوب. كان من توفيق فمن الله، كان من خطأ فمنا من الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.